انا بقيت بخاف اقول لكم ان في حاجه عجباني في كندا عشان عارفه اني مش هخلص، ولكن كفايه خوف من المجتمع. من اكتر الحاجات اللي بتعجبني في كندا ان العلاقات واضحه واساميها واضحه ومحدده. فلانه جارتي، وفلانه بتتمرن معايا، وفلانه مامة زميل ابني، وفلانه صاحبتي. عايزه اقول لكم الكبيره ده في فرق بين فلانه زميلتي في الشغل وفلانه بتشتغل في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه. طبعا احنا كل دول بنقول عليهم ايه؟ صاحبتي. ولو العلاقه استمرت اكتر من سنه، my best friend. والحقيقه انه تسميه العلاقات بغير اساميها الصح بيعمل مشاكل لكل الناس. انت لما بتقولي على واحده صاحبتك وهي مش صاحبتك بترجعي تتصدمي وتقولي ده انا كنت بعتبرها زي اختي، وبعدين مش عارف عملت ايه. انت بتعتبريها زي اختك ليه؟ ومن ناحية تانية الشخص اللي بيحاول يحمي حدوده واللي عارف حدود العلاقات بيتهم انه تنك غلس، شايف نفسه اجريسيف، ما بيحبش الناس. يا جماعة، الناس اللي احنا قابلناهم من شهر وخرجنا معاهم مرتين مش اصحابنا، والناس اللي احنا نعرفهم بقالنا سنة ولا سنتين مش عشرة عمر. نسمي العلاقات صح علشان توقعاتنا تبقى صح. وانا عارفة ان اكتر سبب بيخلينا نقول على ناس مش اصحابنا انهم اصحابنا هي الوحدة. بس ارجوك، مهما كنت وحيد ما تروحش تترمي على الناس الغلط وتقول عليهم اصحابك.